التاريخ تاعنا مزور ولا مش مزور. فكلمة كبيرة جدا أنك تقول أنه التاريخ مزور. طيب دكتور، كسؤال ربما سيكون السؤال الأخير في هذه الحلقة، أسألك كمؤرخ وكباحث جامعي، هل تتفق معي إذا قلت لك أن في الجزائر نخشى من التاريخ؟ إذا اتفقت معي في هذه الفكرة، لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ يعني من 62 إلى يومنا هذا هناك أشياء كثيرة ما زال يلفها الغموض في الجانب التاريخي. لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ والله شوف، هو هذا كلام الأستاذ الكبير دكتور أبو القاسم سعد الله، مقال شهير الخوف من التاريخ. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق، يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بمصلحة وطن، هو يدافع عن أنانيته كشخص في الظهور وحب الظهور إلى غير ذلك. لكن أنا أقول أنه التاريخ حقائق ووثائق. صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره وأصله. فإذا كان هذا الرجل ينتمي إلى جذر فاسد فمعنى ذلك أنه سيغطي التاريخ، وتغطية التاريخ بتزوير الحقيقة وبشتم الآخرين وبحرق الوثائق. نعم. 3 أشياء مهمة جدا في الخوف من التاريخ. الأمم والشعوب المتحضرة لا تخشى التاريخ، لأن التاريخ فيه وعليه. صحيح. هناك تاريخ صادم، لأن التاريخ أنا لما قريت في الجامعة يقول التاريخ يدين الشعوب، يدين القبائل، يدين الأفراد، يدين الحكومات، ويدين الدول، ويدين الحضارات. الحضارة الرومانية حضارة همجية، حضارة مدمرة، حضارة استعبدت الكون. فالتاريخ أدان الحضارة الشرهة الرومانية حتى على ألسنة المسيحيين الأوائل. نعم. الأشخاص أيضا يدينهم التاريخ إن كانوا خونة. نعم. فمثلا أنا نردد كلمة على لساني ويحفظها الكثير من الجزائريين، باختصار فقط لأنه للويو سيرفيتور دو لا فرانس كولونيل بيننا. هؤلاء الخدم الأوفياء الذين يدافعون عن الحرف الفرنسي، الذين يدافعون عن حقيقة الدولة الفرنسية، الذين يقولون أن فرنسا نعم حاجة مزيانة. نعم. لكن أنا نقول أن هؤلاء سيدينهم التاريخ، ولذلك التاريخ الحقيقي أو المؤرخ الحقيقي هو من الذي يكون إلى جانب الحق، هو الذي يكون إلى جانب المستضعفين. نعم. هو الذي يدافع عن الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة مرة. وفي الحقيقة الشيء الذي يمكن أن يفهم بصورة موضوعية أن التاريخ يكتب عبر الزمان وعبر المكان. أنا أول سؤال أسأله من طرف المتلقي يقولوا لي بالدرجة الجميلة: الشيخ التاريخ تاعنا مزور ولا مش مزور؟ فكلمة كبيرة جدا أنك تقول أنه التاريخ مزور. This is not enough for growing children, and more than 50% of all refugees are children. Therefore, a special effort had to be made. A lifeline of 160 milk stations was created. Every morning as they go to school, 90,000 refugee children receive a cup of vitamin-enriched milk and a piece of bread. ويرجعوا نهارها ليتام لبلاد العز والسلام، بلاد عز الأوطان، لبلاد العز والسلام، بلاد عز الأوطان. Today, the refugee children are healthy and vigorous as they walk from home to milk station and from milk station to school. The Tunisian and Moroccan authorities opened their schools to all the refugee children, but in some cases
International help was needed to provide additional school facilities. Le chat agrippé Amina. Le chat agrippé Amina. Che. Le chat. There are so many children, but lessons are given in 2 shifts. But the thirst for knowledge is so great that the afternoon group usually listens to the morning lessons from the outside, and the morning group does the same in the afternoon. When classes are over, whenever the children are free, they occupy themselves with the smaller tasks of the household, such as getting water from the well. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ظروف تأسيس النادي الأهلي وحالة مصر عند تأسيسه، وازاي نبتت الفكرة من رحم تجربة نادي المدارس العليا. وقلنا ان صاحب الفكرة هو عمر بيك لطفي رئيس نادي المدارس العليا. مين هو عمر بيك لطفي؟ يعود أصل أسرة عمر بيك لطفي إلى المغرب، وتحديدا مدينة مراكش. عيلته جت لمصر في أوائل القرن التاسع عشر أثناء حكم محمد علي، لأن والده كان بيعمل ممثل لدولة المغرب الأقصى في مصر، يعني سفير. وبعدين استقرت عيلته في مصر، شأنها شأن العديد من العائلات والجاليات اللي استوطنت مصر في القرون الماضية. اسمه بالكامل عمر لطفي بن يوسف عاشور. اتولد في الاسكندرية عام 1867، وتعلم في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية اللي أنشأها عبد الله النديم. انتقل عمر لطفي للقاهرة لإتمام دراسته، فدخل مدرسة الإدارة والقضاء اللي سميت فيما بعد مدرسة الحقوق الخديوية.